ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا النهارده مع بعض نعمل احلى تغيير للدولاب الإيديال. بدل ما ندهن الدولاب اشتريت الستيكر ده، بيلزقوه طبعا على الرخامة، ينفع تلزقيه على اي حاجة، بيعمل شكل حلو خالص وبيغير شكل الحاجة اللي انت عايزة تغيريها. طبعا انا جايباه عريض عن الضرفة، يعني انا هو ده اللون اللي انا كنت بدور عليه، فلما صدقت لقيته فروحت جايباه. قلت وانا ابقى اظبط طبعا المقاس زي ما انا عايزة. هناخد طبعا مقاس الضرفة ونقعد بقى قاعدة كده طويلة عشان نقص الزيادة اللي هتطلع معانا. جبت طبعا المسطرة والسكينة او قطر، وظبطي زي ما انت شايفة كده لحد الاخر. طبعا في حاجة جديدة فبنتي لازم تقعد طبعا تطلع لها بحتة تلعب بيها، ورقة اي حاجة. خلاص كده نعمل زي ما انت شايفين لحد الاخر. انا مرضيش استعمل المقص. بصوا بقى بنتي جايبة كوتشي جديد ففرحانة بيه، فجاية توريهولكوا. بصوا بقى هي بتقيسه قدامكم عشان هو بينور، هي متخيلة ان الكاميرا جاية عليها، فبتقيسه عشان توريهولكوا. هو جديد بقى وعارفين طبعا الواحد بيفرح بالحاجة الجديدة، فكل شوية هي حاطاه جنبيها. خلاص كده خلصنا الستيكر بتاعنا. تعالوا بقى نلزقه على الدولاب. اهم حاجة بقى الدولاب يبقى نظيف طبعا، ونلزق بقى على الضرفة كلها لحد تحت. طبعا هنشيل طبعا اللزق الورقة اللي من تحت، وايدينا نشد الورقة، والايد طبعا التانية نظبط الضرفة من قدام. شايفين انا ايدي من تحت اهو، بشد طبعا الورقة من تحت عشان الزق. بعد ما ثبته وتعملي بايدك كده لحد الضرفة كلها. الستيكر اللي طالع ده جميل جدا وبيعمل تغيير جامد خالص، بيغير شكل الحاجة تماما وبتكلفة قليلة خالص. فانت ممكن تجيبيه وتعملي اي حاجة انت عايزاها او عايزة تغيري شكلها. طبعا انا عندي الدولاب الإيديال ده لونه رصاصي، فطبعا في الأوضة في كتير ألوان. بصي قدام، فحبيت أكسر طبعا الألوان الكتيرة دي وأغير شكل الدولاب بتاعي. والتلاجة صفرة، طبعا حبيت أكسر الألوان الكتيرة دي. طبعا الأسود طبعا جميل جدا، اللون لما يكون أسود هيبقى غامق طبعا مع السرير، فتبقى في حاجة ماشية مع السرير، متبقاش الألوان كتيرة أوي كده في الأوضة. خلاص كده عملت الضرفة كلها لحد تحت. قابلتني طبعا الأكرة، شلتها بتاعة الدولاب، وبعد كده نرجع نركبها تاني كده الضرفة لحد تحت. الضرفة الأولانية ما كانتش ماشية معايا بسهولة، لأن حاجة لسه يعني مستعملاها مثلا جديدة. فايه التانية بقى لا، مشيت معايا ما شاء الله بسهولة خالص لحد الآخر، ما طولتش معايا خالص. بصوا بقى فرق في شكل الدولاب ازاي، جميل جدا. لسه في الآخر كمان هيبقى شكله حلو. طبعا نركب الأوكر تاني بعد ما نشيلها، وهنعمل دي برضه لحد الاخر. هو طبعا لو النوع الستيكر احلى من كده هيثبت معاكي احلى من كده بكتير، بس طبعا ده شغال ما قالش لا، وحلو خالص وجميل. خلصنا كده الدولاب بتاعنا. تعالوا بقى نكمل بقية الأوضة كلها. هنعمل ايه بقى في الأوضة؟ طبعا هنودي على طول البطانية نحطها في الشمس عقبال ما نخلص الأوضة بتاعتنا. نشيل بقى الملاية بتاعتنا نغيرها عشان هنطبق طبعا بالمرة الهدوم اللي في الدولاب، عشان يبقى الدولاب نضيف من جوه ومن بره. طبعا لازم كل فترة نعمل حركة الهدوم اللي في الدولاب. طبعا انا هفضي ضرفة ضرفة اطبقها واحطها تاني مكانها. مش هطلع طبعا الهدوم كلها طبعا تبقى كوم على السرير، لا، ضرفة ضرفة كده نطبقها ونحطها تاني في الدولاب. بصوا بنتي بقى بتعمل معايا فرصة بقى، في حاجات بتلعب بيها هي كده بالنسبة لها لعب. هنسيبها تلعب طبعا عشان نخلص اللي ورانا. زي ما قلت لكم احنا بنجيب ضرفة ضرفة طبقناها، بنرجع نحطها على طول مكانها. ما ينفعش نجيب كل الدولاب على بعضيه، هنفضل ندور دي بتاعت مين ودي بتاعت مين، هياخد مننا وقت جامد. لكن كل واحد ضرفته تتطبق وتتحط تاني مكانها اسهل بكتير ومش هياخد مننا مجهود جامد. هنعمل كل الدولاب بنفس الطريقة طبعا، نطبقه زي ما قلت لكم. احنا على طول كل فترة لازم نطبق الدواليب، لان كل فترة طبعا الدواليب بتاعتنا بتتبهدل، ما بتفضلش طبعا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا انا ما عملتش ستيكر من جوه للدولاب، ملوش لازمة طبعا من جوه، انا اهم حاجة عندي الشكل من بره.
عشان اكسر الالوان الكتيرة اللي في الاوضة، فعملته من بره. بس الستيكر ده جميل، اي شكل انت عايزاه، ومنه رسومات كتير والوان كتير. اي حاجة عندك بايظة ومش مدهونة عايزة تغيريها، اشتري الستيكر ده وغيريها، بيغير شكل الحاجة تماما. زي ما قلتلكوا اكنك جايبة حاجة جديدة، كأن الحاجة اللي في الأوضة ما كانتش موجودة وغيرتيها وجبتي غيرها. خلاص كده خلصنا الضرفة، دخلنا على الضرفة اللي بعديها، وفاضل ضرفة واحدة بس، كده نبقى خلصنا الدولاب كله. شايفين بقى، بنحاول نخلي لهم الحاجة كده اللي بيستعملوها على طول من قدام، واللي مش بيستعملوها قوي او للخروج دي من ورا. خلاص كده خلصنا، ندخل بقى على تنظيف الأوضة. طبعا ايه، احنا منفضين الشباك بتاعنا ومنفضين السرير. طبعا هنغير بس الشيلات دي اللي احنا عاملينها كنبة، ننفضها ونفرش لها مفرش جديد. طبعا انا كل فترة بشيل الشيلات دي وامسح مكانها، بس النهاردة مش هعمل كده، هلمع بس من حواليها. نكنس طبعا السجاد بتاعنا اللي احنا فرشينه، ونشيله ونكنس تحتيه، ونلمع تلميعة خفيفة كده على السريع. ادي التلاجة اهي لونها اصفر اهي، ان شاء الله هنغيرها زي ما قلت لكم، عشان نقلل من الالوان اللي في الاوضه. تحسي انك قاعده في علبه الوان. بس الواحد ساعات بيبقى مجبر على الالوان. التلاجة دي من زمان طبعا ما كانش فيه الاسود، طلع طبعا على ايامي، او السيلفر. فطبعا اللون ده هو اللي كان شغال، هو الابيض والوان تاني. فاحنا بقى نخليها زي الالوان اللي طالعه دي، نشوف لنا لون ستيكر حلو ونغيرها. خلاص كده لمعنا التلميعة بتاعتنا، نفرش بقى المشات بتاعتنا تاني، ونفرش طبعا الكنبة. خلاص مسمينها كنبة، مش هنقول عليها شلت لان احنا عملناها كنبة. وكمان هنفرش الملاية بتاعتنا. جبت ملاية طبعا اسود في احمر عشان اللون الاسود يمشي مع الدولاب. طبعا في ملايات هتعدي علينا طبعا لونها اخضر، لونها احمر، لونها اصفر يعني، بس طبعا كسرنا اللون شوية بالدولاب. اهو كده ادي الملاية اللي احنا هنفرشها. خلاص كده خلصنا كل الأوضة وسايبينها تتهوى. كده الأوضة بتاعتنا خلصت. تعالوا شوفوها بعد ما خلصت شكلها عامل ازاي، وتشوفوا شكل الدولاب بعد ما خلص عامل ازاي. ادي الأوضة كده نطفت وبقت زي الفل. شايفين نظافة طبعا بتريح خالص. كده اهي خلصنا كل حاجة ونضفناها. شايفين بقى السرير هيبقى ماشي طبعا مع الدولاب دلوقتي لان لونهم قريب من بعض. واهو الدولاب. لا، الاستيكر اللي طالع اليومين دول اختراع بجد، بيخليكي تغيري شكل الحاجة بتكلفة قليلة. اختراع جامد، اكنك اشتريتي دولاب جديد طبعا. بس كل ما يكون الاستيكر نوعه نضيف طبعا بيبقى حلو وبيطول معاكي طبعا، وبيسهل عليكي طبعا وانتي شغالة. كده اهو الأوضة طبعا خلصت خالص وكلها ماشية مع بعض. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة.